طبعا كلنا زهقنا من الوصفات التقليدية للفراخ والصوصات التقليدية، وعايزين نجرب حاجة جديدة. يعني احنا نفسنا ككبار زهقنا يعني، وكمان الولاد طبعا اكتر مننا، فاحنا عايزين حاجة شيقة. فبقدم لكم النهاردة صدور الفراخ بصوص مميز جدا جدا. بصوا يا جماعة، الصوص ده تحفة. ممكن تحبوا تخففوه عن كده او تسيبوه شيء تقيل كده بالشكل ده، على حسب رغبتكم. بصوا الفراخ هنا تحفة وبتدوب جدا، لان الصوص ده فيه عسل، صوص المستردة والعسل. طبعا العسل بيطري اللحم بتاع الفراخ جدا، وبيبقى بيدوب حرفيا، والطعم فعلا تحفة. ندخل في الطريقة بقى على طول. احنا هنجيب هنا صدور فراخ ونقطعها مكعبات، او ممكن قطع الشيش بتاع الفراخ تخليها يعملها لكم. يعني بيعملها بيقطعها وبتبقى جاهزة، او حسب ما انتوا عايزين تجيبوا صدور وتقطعوها مكعبات. وبعد كده بنتبلها بالملح والفلفل الاسود فقط. بصوا يا جماعة، المكونات كلها بسيطة، بس في الاخر النتيجة فعلا يعني كل اللي هيدوقها هينبهر بيها. بنقلب هنا الفراخ بالشكل ده هوت في الملح والفلفل الاسود، وبيتساب على جنب يعني مفيش دقايق. بعد كده بنجيب حبة دقيق، حوالي 3-4 معالق كبار كده، على حسب الكمية اللي انتوا مستخدمينها من الفراخ. انا هنا مستخدمة كيلو من الصدور. ماشي، بعد كده هنبتدي نعفر بس كده قطع الفراخ في الدقيق. تمام، بنخلص كل الكمية اهي، خلصنا كل الكمية. وبنبدأ بعد كده نحمرهم في زيت زيتون، معلقة زيت زيتون. بصوا يا جماعة، الفكرة بتاعت ان احنا نستخدم زيوت كتير علشان الاكل يطلع حلو او يطلع كويس، طعمه حلو او كده، الفكرة دي خاطئة. ده بيبقى ممرض وبيتعب كمان المعدة، وبيبقى تقيل الاكل، وبنحس بعدم ارتياح بعد الاكل. بصوا انا هنا بستخدم كمية زيوت او سمن قليلة جدا، بس النتيجة بصراحة بتبقى جميلة، وبتبقى يعني خفيفة، وما بيبقاش فيها اي مشاكل ان شاء الله. تمام. واحلى كمان من اللي هي بقى في زيوت كتير وبتبقى ممرضة. بصوا احنا هنا بنحمر اهو قطع الفراخ في معلقة زيت زيتون واحدة بس. اهم حاجة يبقى عندنا طاسة مخصصة لكده، ما تبقاش طاسة بنستعملها بقى في التحمير شوية وفي التشويح شوية، لا، نخلي طاسة مخصصة للتشويح بكميات دهون قليلة. تمام، غير لاصقة طبعا. بنبتدي بعد كده اول ما الفراخ بتاخد اللون الذهبي الجميل ده، بنبتدي نكمل كل الكمية. كملنا كل الكمية، حمرناها وطلعناها من الطاسة، وبنبتدي نجيب طاسة تانية علشان نشتغل بقى في الصوص الرهيب بتاعنا، اللي هو احلى من المطاعم، واللي هو كل اللي هيدوقه هينبهر بيه. هنا برضو جبنا معلقة زيت زيتون تانية. تمام، او ممكن اي زيت نباتي، بس انا بفضل زيت الزيتون. لو هنستعمل اي زيت نباتي برضو معلقة واحدة بس. وهنا حطينا قطعة صغيرة، شايفين القطعة دي بتعمل عظمة، حتى صغيرة جدا بس بتعمل عظمة. بعد كده جبنا قطع من المشروم، ما شاطفينها شطفة كده ومقطعينها، وبدأت تتحمر اهو. نزلنا عليها 3-4 فصوص ثوم مهروسين بالشكل ده، وبنقلب. الثوم بيدي نكهة مميزة جدا. تمام، بعد كده بننزل بمعلقة كبيرة من المستردة. فعلا يا جماعة هتعتمدوا الوصفة دي، وده وعد مني، ولادكم هيعشقوها. وهنا معلقة ونص من العسل الأبيض. نزلنا بمعلقة ونص من العسل الأبيض، ومعلقة كبيرة من المستردة. بنقلب الجمال ده كله بقى، نبتدي نقلبه لغاية لما نمزج النكهات مع بعضها. تمام. هنا اول ما بيبتدي كده هو تمتزج، تحسوا انها امتزجت، مفيش دقايق، بنحط هنا الملح وفلفل اسود برضو. تمام. طبعا هنا برضو انا ما بحبش التوابل الكتير، كفايه قوي النكهه هنا عشان تبني النكهه بتاعه المستردة مع العسل الابيض اللي هي اساس الوصفه. هنا نزلت بحوالي ربع كوبايه من الكريمه. بصوا يا جماعه، انا كنت الاول ما بستعملش الكريمه علشان بقول دهون وتقيله وكده، بس اكتشفت ان انا لما بستخدم كميه قليله منها بتدي
يعني نتيجة مبهرة والله، وبتدي طعم رهيب، وفي نفس الوقت دي كمية صغيرة فما فيش ضرر، واحنا اصلا مش مستخدمين اصلا دهون كتير، فبتبقى خفيفة وبتحتفظ بالطعم بتاعها الجميل. هنا كوباية من اللبن الحليب، حطينا يعني ربع كوباية من الكريمة على كوباية من اللبن الحليب. تمام. بس وبنحط هنا رشة بقدونس بتدي برضو مذاق وشكل تحفة. وبنسيب بقى الكلام ده كله بقى ايه ياخد ويدي كده مع بعضه وياخد غلوتين. بقول لكم موضوع الكريمة ده مهم جدا يا جماعة، ان احنا نستخدم كمية قليلة بتبقى زيها زي ما يكون استخدمنا كتير في الطعم، وما يبقاش فيه ضرر طبعا. وخصوصا كمان الكريمة دي بتبقى غالية، فكده بنبقى وفرنا كمان. ومن غير توفير، هي مش عشان فكرة التوفير بس، هي فعلا ما بيبقاش لي لازمة ان انا احط كمية كبيرة ولا حاجة. هنا حطينا معلقة دقيق علشان لو حبينا نتقل الصوص شوية، وقلبنا لغاية لما دوبنا الدقيق، وبعد كده نزلنا بالفراخ اللي هي قطع الفراخ اللي كنا محمرينها، وبنقلب الكلام ده كله كده يا جماعة. الوصفة خلاص خلصت. بصوا فعلا مميزة قوي، صوص مميز بجد حرفيا. يعني لو قلت ربع ساعة يبقى أنا مكترة في الوقت، يعني ما مسكتش الساعة ساعتها، بس فعلا هو أقل من ربع ساعة وكان الأكلة خلص. بصوا يا جماعة فعلا تحفة قوي، والفراخ فعلا حرفيا بتدوب. فعلا لو جربتوا الوصفة دي يعني هتطلب منكم على طول وتنفع عليها عزومة لو قدمناها مع رز أبيض أو رز أصفر بالكاري، برضو بتليق على كل حاجة. بنبتدي نغرب بقى الكلام ده كله. وفعلا يا جماعة الصوص مميز قوي. لو حبينا نخفف الصوص عن كده ونخليه خفيف يعني عن كده بنزود لبن. لو حبيتوا تزودوا مية حتى مغلية مفيش مشكلة، بس الافضل ان احنا نزود اللبن. المقادير هكتبها لكم كلها في الاخر، هكتبها لكم دلوقتي، وعايزاكم تجربوها ان شاء الله، وباذن الله تعتمدوها ويحبوها اولادكم، واي حد هيدوقها عندكم هيطلبها منكم على طول باذن الله. جربوها يا جماعه وابقوا لي رايكم في الكومنتات. وبون ابيتي، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.